الله يجازيك. اسمع. الحاج ورا عبد المؤمن. كرة العلم اللي رايح معاه. هو الآن. هو كيف هو. هي هو ذو هذا هم نحن. هي مرحبا زميلتي نادية ومرحبا بكل مشاهدي قناة شروق الإخبارية. إذا متواجدون هنا أمام مقبرة العلمة الكبرى ببلدية العلمة ولاية سطيف في إطار تغطية مراسم تشييع جثمان ضحايا الحادث المروري المأساوي الذي وقع أمس ببلدية الكرمة ولاية بومرداس وأودى بحياة 27 فردا وإصابة 42 آخرين. 12 ضحية من ضحايا الحادث المروري المأساوي سيتم دفنهم أو سيشيعون إلى مثواهم الأخير بعد قليل هنا بمقبرة العلمة. طبعا تم استلام جثمان الضحايا صبيحة اليوم في حدود الساعة 4 صباحا من المركز الاستشفائي الجامعي ببومرداس. مصالح الحماية المدنية هي من تكفلت بنقلهم إلى ولاية سطيف. تم وضعهم بالمركز الاستشفائي الباز بولاية سطيف وهم الآن تقريبا على مشارف الوصول إلى بلدية العلمة من أجل دفنهم هنا في مسقط رأسهم. كما تلاحظون زميلتي نادية حضور شعبي كبير، تقريبا حركية كبيرة هنا أمام المقبرة من طرف مواطنين سكان بلدية العلمة وأيضا من سكان مناطق مجاورة أبوا إلا أن يعربوا عن تضامنهم المطلق مع ضحايا هذا الحادث المروري المأساوي ويؤدوا واجب العزاء. الضحايا تقريبا هم من سكان هذه البلدية من أحياء مختلفة ولكنها قريبة، أحياء كحي المنكوبين، حي عدل 1500 وأحياء أخرى. سيكون وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود سوف يكون حاضرا هنا في مراسم تشييع جثمان الضحايا، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين من سلطات محلية ومصالح الحماية المدنية والمصالح الأمنية. كما أسلفت زميلتي نادية، هبة تضامنية كبيرة تضاف إلى تلك الهبة التي رأيناها بالأمس، وهي تعبر عن مميزات الشعب الجزائري الذي يتضامن فيما بينه في المحن. قارورات المياه توزع هنا وهناك مثل ما لاحظنا أمس عندما أقبل الجزائريون على مختلف المراكز الاستشفائية التي يتواجد فيها جرحى هذا الحادث من أجل التبرع بالدم. أيضا الكثير من السكان كانوا قد فتحوا أبوابهم وأعلنوا أن أبوابهم مفتوحة لأهالي الضحايا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التضامن الكبير للشعب الجزائري فيما بينه. إذن زميلتي نادية أذكر بعد قليل سوف يشيع 12 ضحية من ضحايا الحادث إلى مثواهم الأخير هنا بمقبرة العلمة الكبرى ببلدية العلمة، والضحايا الآخرون
المسؤولون سوف يتوافدون تباعا. ينتظر أيضا أن ينطلق مصالح الحماية المدنية، ينتظر أيضا أن تنطلق ربما ظهيرة اليوم من أجل نقل جثمان الضحايا الآخرين والذين بلغ عددهم 27 ضحية و42 مصابا. نسأل الله أن يرحمهم وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يشفي جرحى هذا الحادث المروري المأساوي. هذا كل ما لدينا إلى حد الآن زميلتي نادية، عودة إلى الاستوديو. جزيلا لك حميد خميسي. مشاهدينا دائما من أمام مقبرة العلمة في سطيف تصلنا الصور. المشيعون قدموا منذ ساعات مبكرة من اليوم وإلى أن يشاركوا في تشييع جثمان ضحايا فاجعة الجزائر الحادث المروري المروع الذي وقع أمس ببلدية الكرمة ولاية بومرداس وأودى بحياة 22 فردا أو 27 فردا و42 مصابا. بلدية العلمة المعروفة بحركيتها الكبيرة ونشاطها اليوم هي حزينة. لا حديث في هذه البلدية سوى عن الفاجعة التي ألمت بهم. تقريبا وصلنا صبيحة اليوم إلى بلدية العلمة، معظم المحلات التجارية التي كانت تعرف نشاط تجاري كبير وجدناها مغلقة. الحديث ولا حديث سوى عن الضحايا. هبة تضامنية كبيرة. نلاحظ توافد العديد من المواطنين وهم يحملون الأكل والشرب ويوزعونه على أشخاص ربما قدموا من بلديات مجاورة. سيارات هنا مختلف تنقيم تحمل تنقيم مختلف من ولايات عديدة. الآن زميلتي نادية 12 ضحية من ضحايا الحادث المروري المأساوي هم تقريبا على مشارف الوصول إلى بلدية العلمة قادمين من ولاية الصيف، أين تم استقبالهم صبيحة اليوم. تم استقبالهم في مستشفى مركز الاستشفائي الباس في عاصمة الولاية ولاية الصيف. تم التكفل بنقل الضحايا من المركز الاستشفائي لولاية بومرداس صبيحة اليوم في حدود الساعة 4، وتم التكفل بنقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية. ينتظر زميلتي نادية أن يتوافد أو أن ينقل جثمين ضحايا آخرون خلال هذا اليوم، ربما مساء اليوم. وفد وزاري يقوده هو وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيون. نعم. سوف يكون حاضرا في مراسم تشييع جثمان الضحايا. وهو كذلك زميلي حميد خميسي، شكرا لك. سنعود إليك في نشراتنا اللاحقة. إذن مشاهدينا، وفي نفس الموضوع